وده يا حبايب قلبي شكل الفانوس بعد ما ركبت الجناب. خلاص الجناب كلها كده كامله معانا اهوت. بقى هنعمل الوش بقى من فوق عشان نركبه من فوق هنا ونشوف خطواته عامله ازاي. انتوا شايفين الشكل غايه في الجمال والله، على الطبيعه كمان احلى منه فانوس ومنه اباجوره تنفعك بعد كده اهوت. وسهل الغسيل يعني حاجه كده اخر عظمه. شايفين الشكل عامل ازاي؟ نركب الوش بقى، نعمل الوش ونركبه سوا ونشوف هنكمله ازاي من فوق. هنعمل العقدة بتاعتنا عشان نعمل الوش. وهنعمل مع بعض 24 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. خلصنا عدد السلاسل 24 سلسلة. وهنيجي في اول سلسلة عملناها وهنقفل بمنزلق كده. اتشكلت معانا دايرة. هنعمل مع بعض، هنطلع 1 2 3 وهناخد في كل هنشتغل في السلاسل، مش هنشتغل جوه الدايرة. عملنا 1 هنشتغل جوه السلسلة. نقرب الصورة شوية. هنشتغل جوه السلسلة وهنعملها عواميد بس. ادي اول عمود مش هنكمله، هناخد كل 3 عواميد مع بعض، كل 4 مع بعض مش 3. هناخد كل 3 ماشي. هناخد كل 3 مع بعض بلاش 4 عشان العدد يكفي ويوفي معانا. وهناخد سلسلتين. فانا خدت 3 هم مع بعض وعملت سلسلتين. هخش في السلسلة اللي بعدها تحت، مش هنسيب فراغات. برضو مش هكمل العمود وهتخش في السلسلة اللي بعدها اهو. معايا كده عمودين، نص عمود بس مش كاملين. وهاخد التالتة كده. معايا 3 عمدان اهم، 1 2 3. فهطلع منهم كلهم كده. اتمنى الشكل يبقى واضح. هاخد سلسلتين وهشتغل برضو على العدد اللي معايا من تحت السلاسل. 1 مش هيكمل معايا اهو. 2 خيطين على الابرة. 2 3 وهطلع بيهم كلهم سلسلتين نفس الحوار. طبعا انا باخد الخيط اللي تحت معايا مثبتاه عشان شغلنا يبقى نظيف. بالله عليكم بقى لو وصلتوا معايا لغاية نقطة الشرح دي ما تنسونوش في اللايك والكومنت عشان يوصل لغيركم وتبقوا مشكورين. 1 2
شايفين الشكل؟ وصلنا لاخر السلاسل اهي، خلصناها. هاخد بقى سلسلتين، وفي اول عمود اشتغلناه وهندخل نعمل منزلقة اهو. شايفين؟ هفصل الخيط بتاعي اهوت. عملنا الدايرة واشتغلناها ايه بالشغل ده. هفصل الخيط بتاعي وهشتغل. هقعد العقدة بتاعتي وهاجي في الفراغ ده اللي قبل الخيط، وهسحب الخيط بتاعي وهعمل 4 عمود بلف. 1 2 3. هطلع بمقام عمود، 3 سلاسل دول بمقام عمود، وهشتغل جوه الفراغ 4 عمود بلف. 3 4. والفراغ اللي بعده هدخل اعمل برضو 4 عمود بلف. 1 2 3 4. والفراغ اللي بعده نفس الموضوع. 1 2 3 4. يعني الدور ده هناخده من غير اي زيادات. والفراغ اللي بعده 4 عمود بلف. 1 2 3 4. والفراغ اللي بعده نفس الموضوع. 1 2 3 4. لغاية اما اخلص الدور كله بنفس المنظر.
دول اول حاجة عملناها، اول 4 عمدان عملناهم. فهخش في اول سلسلة من اول عمود واعمل منزلق. شايفين؟ اتمنى يبقى واضح. هعمل غرزة الناهية وهفصل الخيط بتاعي. هاخد اللون اللي بعد كده، هاجي في الفراغ ده واسحب الخيط بتاعي. هنا الوضع هيختلف شوية، هنعمل 3 سلاسل، وفي الفراغ هعمل عمودين 2 بلفة بس كده. والفراغ اللي بعده هعمل زاوية مربع، 1 2. بس زاوية المربع المرة دي هتبقى عمودين ما بينهم سلسلة، وعمودين كمان داخل الفراغ، عمودين كمان، 1 2. شايفين قصدي ايه؟ عمودين وهعمل زاوية مربع، والفراغ اللي بعده هعمل عمودين بلف، 1 2. الفراغ اللي بعده هيبقى زاوية، 1 2، عمودين ما بينهم سلسلة، وعمودين في نفس الفراغ، 1 2. كده اصبح عندي زاويتين 2 من زوايا المربع. اللي بعدها الفراغ اللي بعده عمودين 2 بلفة، 1 2. الفراغ اللي بعده زاوية، 1 2، ما بينهم سلسلة، وكمان عمودين في نفس الفراغ، 1 2. الفراغ اللي بعده عمودين بلفة، 1 2. الفراغ اللي بعده زاوية مربع، 1 2، سلسلة، وبعدين 1 2. هبص الاقي معايا اول عمودين اشتغلناهم، هخش في اول سلسلة من اول عمود واعمل منزلقة كده، وافصل الخيط بتاعي. طبعا عايزه تنضفي الخيط اول باول، نضفيه، احنا خدنا اللي احتاجناه في الزيادات، والباقي مش محتاجين. هاخد اللون اللي بعد كده، وهاجي هنا في الفراغ واسحب الخيط بتاعي. في كل زاوية هشتغل زاوية، وفي كل فراغ هشتغل عمود بلف، عمودين بلف كده. شايفين؟ هاجي في الفراغ اللي بعده وهشتغل عمودين بلف.
وصلنا للزاوية اللي هي عمودين وما بينهم سلسلة وعمودين، وهعمل زاوية اخرى. واحد اتنين وسلسلة وواحد اتنين. هاجي في الفراغ اللي بعده وهعمل عمودين بلف، واحد اتنين، والفراغ اللي بعده هعمل عمودين بلف، واحد اتنين. هاجي في الزاوية وهعمل زاوية اخرى، واحد اتنين سلسلة، واحد اتنين، في نفس الفراغ معايا زاوية. الفراغ اللي بعده واحد اتنين، الفراغ اللي بعده واحد اتنين، الزاوية عمودين سلسلة عمودين. الفراغ عمودين، الفراغ اللي بعده عمودين، داخل الزاوية هشتغل زاوية، عمودين وسلسلة وعمودين. دول اول اتنين اشتغلناهم. هخش في اول سلسلة واعمل منزلقة وهسحب الخيط. بصوا كده بقى معايا، هنبص نلاقي ايه، هلم دي كده زوايا المربع هتبتدي تتشكل معايا. اتمنى تبقى واضحة، شايفين المنظر اهو. ابتدت زوايا المربع تتشكل معايا من تحت اهي. هتنيني ماشية بنفس النمط ده، هوريكم كمان دور عشان هكمل الوش بنفس المنظر كده. الزاوية هشتغل في قلبها زاوية، والفراغات هملاها لغاية اما اوصل للزاوية اللي بعدها واشتغل فيها زاوية اخرى. هعمل كمان لون وبعد كده هكمل لغاية اما اوصل للوش اللي انا محتاجاه واوريه لحضراتكم. بس هوريكم كمان دور بنشتغله ازاي. هخش باللون اللي بعده اهو، اخش في الفراغ ده واسحب الخيط بتاعي كده، وهطلع بثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاتة، وفي داخل الفراغ ده فراغات انما الزوايا اهي. واحد اتنين، في الفراغ عملنا اتنين، الفراغ اللي بعده اتنين زي ما اشتغلنا الدور اللي فات. والفراغ اللي بعده اتنين. شوفوا يا جماعة، الفراغ الاول كان عندي واحد اتنين تلاتة، هنا كانوا اتنين بس، معايا عمودين اتنين بلفة، اتنين ادي واحد وادي اتنين ما بين الزاوية دي والزاوية دي. هنبص نلاقي الدور ده هنا زاوية وهنا زاوية، بس دول زادوا، بدل ما بقوا اتنين هيبقوا تلاتة، واحد اتنين تلاتة. الفراغات كل ما هتسيبي فراغات كل ما هيبني معاكي عواميد زيادة. هاجي في الزاوية وهشتغل زاوية اخرى، واحد اتنين وسلسلة، وفي نفس الفراغ واحد اتنين. الفراغ اللي بعده واحد اتنين.
شفتوا هنا ايه؟ عمودين 2 بس، هيبقوا 3، وادي 1 2 3. هنتنينا كل دور هنزود، هنلاقي الفراغات بتزيد معانا واعداد العمدان بيزيدوا معانا لغاية ما توصلي للطول اللي انت محتاجاه. هتقيسي على الفانوس بتاعك وتعرفي الطول اللي انت محتاجاه وهتوصلي له ازاي. برضو بعد ما نخلص الدور ده هوريكم ان هو بيطول معانا لغاية ما ياخد ايه المساحة اللي انا محتاجاها. عملنا زاوية اهو، عمودين وما بينهم سلسلة عمودين وفي الفراغ، وهشتغل اعمدة. الفراغ اللي بعده عمودين، والفراغ اللي بعده عمودين، والزاوية في قلبها زاوية 1 2، سلسلة 1 2، الفراغ اللي بعده 1 2، والفراغ اللي بعده 1 2، الفراغ 1 2. وصلنا للزاوية، هعمل عمودين 1 2 وسلسلة و1 2 في اول عمود اشتغلناه، وهنخش في السلسلة الاولى وهنعمل منزلقة، وهسحب الخيط بتاعي وهفصله. تعال نشوف مع بعض اداني مساحة قد ايه. بصوا المربع كبر، المربع كبر معايا ازاي. احنا حالا بنكون الوش، هنتنينا بقى شغالين بنفس النمط. الزاوية دي والزاوية دي والزاوية ديت هما اللي شغالين معايا زوايا، اما الفراغات هيبني ما بينهم اعمدة. اقرب لكم الشاشة. الفراغ ده هيبني عمودين، والفراغ ده عمودين، والفراغ ده عمودين، والفراغ ده عمودين، هيبقوا 4 بدل ما هما 3. ده 1 2 3، هيبقوا 4 1 2 3 4، وزاوية وزاوية. هوصل للطول اللي انا محتاجاه، هطول على قد ما اقدر لغاية ما اقيسه على الفانوس واشوف وفى معايا ولا لا، واوريه لحضراتكم. كده انا وصلت للطول اللي انا محتاجاه اهو، العرض اللي انا محتاجاه. عرفت ازاي؟ هقيس بقى على الفانوس. شوفوا دول اللي هم احنا مثبتينهم في الاول خالص. هندخل، شايفين زاوية المربع دي؟ الزوايا هندخلها هنا، ندخلها في عصيان الشيش طاووق كده من بره. والزاوية التانية اهي هدخلها هنا كده، ودي كمان الزاوية التانية، واشد شغلي عشان انا عايزاه مشدود. ودي كمان شايفين انا عايزاه مشدود كده عشان اوصل الخيط مع بعضه بقى، كل غرزة قبال غرزة. اتمنى يبقى واضح. شايفين اهو لما رقده واوضحها لحضراتكم اكتر. هنشبك بقى الخيط مع بعضه ازاي. شايفين هنشبك الخيوط مع بعضها. هنجيب الخيط اللي احنا بنقفل بيه وهنيجي هنا كده نقرب الشاشة شوية، وهسحب الخيط بتاعي كل غرزة قبال غرزة اهو.
الموضوع بس صعب شوية في الاول. وهاخد ايه غرزة ايه حشو عليهم كده. الغرزة التانية مع الغرزة اللي قبالها وغرزة حشو. شايفين طريقة التقفيل؟ اكمل الجنب للاخر بنفس الطريقة، واوريكم لما نيجي ننقل على الجنب التاني بننقل ازاي. اكمل الجنب ده للاخر وهوريكم لما نيجي ننقل هنا هننقل ازاي. كده يا جماعة انا خلصت الجنب اهو زي ما هو واضح لحضراتكم، ووصلت للجنب التاني. فانا حابة اوريكم الطريقة هنلضمها ازاي مع بعض. احنا لسه في الجنب ده اهو، شايفين الخيط فين؟ هلفه حوالين العصاية بتاعت الشيش طاووق كده وهسحبه، هتنقل بيه. وهاخد دي كمان، هاخد العصاية التانية دي كمان، هنزل تحتها كده واسحب الخيط كده، وهروح هنا للجنب التاني وهشبك بقى الجنبين مع بعض كده اهو. وكل غرزة مع اللي قبالها كده اهو. شايفين بنقفل كده بنفس المنظر. هخلصه كله بقى الجناب. مش تقفيله هتلاقيه بس ايه تقيل معايا شوية بس عشان الخيط مشدود اهو كده. احنا قفلنا الجزء ده اهو، واقفل الجزء التاني اهو. هكمله بقى للاخر، وبرضو هنحود نفس التحويدة من هنا ونفس التحويدة من هنا وهنوصل للنقطة دي. وبعد كده نشوف هنزينه ازاي واوريه ونشوفه مع بعض. هنزينه
وبعدين نشوفه مع بعض. بصوا حبايبي، انا هنا خلصت الوش زي ما كنا متفقين ان انا قلت لكم هخلصه واوريه لكم. خلصته وانهيت الخيط. الجوانب بقى اللي كانت ظاهره عندي انا مليتها خرز كده، وقصيت الزيادات من فوق وحطيت الخرز ده الفينش بقى النهائي. عملت الجنب ده كده، هشرح لكم في الجنب التاني انا عملته ازاي. جبت عصيان شيش طاووق ولفيت عليها خيط كده وقصيتها ولزقتها وحطيت عليها خرز من فوق ورسمت الهلال ولزقته برضو بعصيان شيش طاووق كده بس مش باينه. والجنب التاني هيبقى هلال بس اهو. تعالوا بقى نعمل ايه، هنعمل الجنب ده سوا ونعمل جنب الهلال مع بعض سوا، وهنعمل ايه العلاقه بتاعته من فوق ونشوف الشكل النهائي مع بعض. ده كده ايه، ركبنا العصايه ديت انا ركبتها، هركب التانية هنا كده. لازم اوريكم كل حاجه بعينيكم عشان محدش يقول انا بخلت عليكم بمعلومه. هرشقها في الجنب كده وهلزقها. هلزق الاتنين مع بعض. وهلزق عليهم الخرزه بتاعتهم. اهو لزقتهم مع بعض. وهنحط الهلال برضو، هنرشق دول كده وهنلزقهم. ولا هننسى الخرزه. اهي يا جماعه شايفين من كده اوضح. لزقنا ديت اهوت والهلال تحت الخرزه تخيلي كده اوضح زي الجنب التاني بالظبط. وهنلزق الهلال ده قباله الناحيه التانية. بس عايزه اعمل مع حضراتكم حاجه. هنركب الايد
هنعمل ايد زي ديت عبارة عن 25 سلسلة هعملها مع حضراتكم. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 سلسلة كده بالمنظر ده. وايه وهشتغلهم نص عمود كلهم. هشتغلهم نص عمود كلهم زي دي بالظبط، وبعدين هلزقها واوريها لحضراتكم. نركب بقى الوش مع بعض. العلاقة طبعا الشمع لما بتحطيه على الصوف بيلزق جدا، ما بيتفكش ولو بعد 100 سنة. لو عايزة تخيطيها خيطيها انت وراحتك. هعمل الناحية التانية زيها بالظبط، عشان انا حابة انها تتربط مع بعض مش مجرد علاقة، اعرف اتحكم في الطول بتاع الفانوس براحتي. اركب بقى الهلال الناحية التانية عشان اوريه لحضراتكم. اثبتها بس شوية على ما تنشف. كده يبقى انتهينا يا جماعة. اي اضافات بقى انت حابة تضيفيها ضيفيها براحتك. نشوفه بقى وهو متعلق. ممكن تعملي له شراشيب من تحت بخرز برضو. ممكن اجرب اعملها كده واشوف شكلها هيطلع عامل ازاي، بس مش عايزه اقول لكم هو تحفه. بصوا ايه رايكم؟ حاجه كده ايه تفرحي بيها وتفرحي بيها اطفالك، وتعلقيها في الصاله في اوضه الاطفال. هنفنشه خالص
ونشوف ايه شكله النهائي عامل ازاي.